يا مساء الفل على كل منتجين المزيكا في الوطن العربي. أنا جورج، والنهاردة إحنا مش جايين نتعلم برنامج، إحنا جايين نتعلم سيستم احترافي. المشروع اللي قدامكم ده بعد ساعة واحدة هيبقى منظم وواضح وسريع. بس عايزك قبل ما نلمس أي زرار تقتنع بفلسفة واحدة بس، إن توزيع المزيكا أو إنتاج المزيكا عامل زي التصوير الفوتوغرافي بالظبط، بيتكون من 3 حاجات: كابتشر وأورجنايز وبعد كده أوتبوت. يعني أول حاجة بنصطاد اللحظة أو الفكرة أو الإلهام، تاني حاجة بنعمل لها أورجنايزيشن بندخلها على البرنامج ونبتدي نظبط فيها، وتالت حاجة إن إحنا بنعمل أوتبوت أو بنسلم منتج نهائي. بس قبل ما نبدأ أنا عندي 6 غلطات باشوفهم في مشاريع كتيرة مع ناس مبتدئين وممكن يكونوا ادفانس، أنا عايزك تتجنبهم خالص وأنا هنشرحهم مع بعض دلوقتي. أول حاجة اسمها empty space noise. يعني إيه empty space noise؟ إحنا لو بصينا هنا وعملنا زوم اوت، شايف كل ده فراغ ملوش أي تلاتة لازمة. يبقى أول حاجة نبتدي إن إحنا نقلل حجم الورك سبيس بتاعنا على قد المشروع. طب أعمل كده إزاي؟ واحد، يا اما اجي على الزوم زي من هنا واقلله على الاخر. اول لما اقلل الزوم على الاخر هيظهر لي هنا في سهم، لو دوست عليه وسحبت هيأثر لي البروجكت نفسه على قد المشروع. يعني دلوقتي لو انا عملت زوم ان وعملت زوم اوت تاني هيقف عند النقطة اللي انا سبتها فيها. طب دي اول نقطة انا بشوف ناس كتيرة بتستعملها، ودي بتتعب عينك وبتتوه في وسط المشروع نفسه. تاني حاجة، اوعى تلمس الماستر فيدر او الستيريو اوتبوت. يا اما لو عايز تعلي الصوت تعليه من الفوليوم بتاع الانترفيس او كارت الصوت، او لو عايز تحط اي بلجنز تحط حاجه تعلي الصوت، لكن اوعى تعلي من الستيريو اوتبوت. ليه؟ عشان تحافظ على الجين ستيج ما يحصلش فيه كليبنج او اي حاجه. تالت حاجه هنتكلم على اللوكت لوبس. يعني ايه لوكت لوبس؟ عندي لوبه زي دي وعايز اكررها. اسهل حاجه ان انا ادوس كوماند ار، هيبتدي يكرر اللوبه زي ما انت شايف كده. طيب انا ممكن اكرر اللوبه ازاي؟ انا لو جيت على الكورنر اللي فوق هتشوف الماوس عامل زي لوب، هكليك واسحب هيبتدي يكرر اللوبه نفسها. بس الطريقه دي فيها مشكله، ان انا ما اقدرش اعدل على اي حاجه في اللوب. بمعنى لو غيرت اي حاجه هتغير كل اللوبه دي. لو انا جيت دوست كنترول وال هيفصل كل اللوبس دي لريجن صغيره، اقدر اعدل واشيل في اي واحده منهم. يعني انا ممكن ادي واشيلها خالص او دي وامسحها. طيب رابع حاجه الكليك والبوب. الكليك والبوب بيحصلوا امتى؟ الكليك والبوب بيحصلوا لما انا اجي ادخل وفتين جنب بعض ويبقى فيها كليك في الاول. فاحنا بنعالج الموضوع ده بحاجه اسمها فيد ان وفيد اوت. طب اسهل طريقه في اللوجيك برو زي ما انت شايف هنا دراج معموله على نو اوفرلاب. لو انا دوست عليها وفتحتها ودوست على اكس فيد، لو جبت اي 2 لوب ودخلتهم على بعض اوتوماتيكلي اللوجيك برو بيعمل فيد ان وفيد اوت ليها. زي ما انت شايف كده اهو، دخلهم على بعض عمل فيد ان وفيد اوت اوتوماتيكلي. او كروس اوفر تاني، لو جيت سحبت اي لوبه وحطيتها كده اهو هيعمل كروس اوفر. مثال تاني، لو دخلت كده وعملت كده اهو هيعمل كروس اوفر. كروس اوفر معنى كده ان هو بيوطي الصوت في اخر اللوبه خالص، ويبتدي يعلي الصوت بالراحه على اول الويفه الثانيه، علشان لو فيها مثلا كليك او لو بتسجل بمايك ما يحصلش فيه بوبينج او كليكس، بيشيل الكلام ده على طول. طيب خامس حاجه واسمها fear of trying او الخوف من التجربه. ما تقلقش، عك زي ما انت عايز، جرب. اللوجيك برو في اندو هيستوري وفي باك اب اوتوماتيكلي. فانت مثلا لو حابب ان انت تغير حاجه تعدل على حاجه وخايف ان انت تبوظ المشروع بتاعك، لا، اشتغل براحتك يا معلم. كل اللي عليك لما هتيجي هتدوس كوماند زي زي ما انت شايف بياندو وات ايفر اي حاجه انت عملتها، هتدوس على كوماند زي هيرجعها خطوه. ماشي. اخر حاجه وهي السيتنجز. في نوعين من السيتنجز في اللوجيك برو، واوعى تتلخبط فيهم، اما دول ان دايما دول بيلخبطوا الناس. عندك اللوجيك برو سيتنجز وبعد كده البروجكت سيتنجز. بمعنى ايه؟ اللوجيك سيتنجز ان انت لو جيت على كوماند كوما، ده التعليمات او السيتنجز بتاعه البرنامج نفسه: تسجيل، تغيير الكارت الصوت، الادخال،
البفر، الديلاي، كل حاجه متعلقه بالبرنامج نفسه او اعدادات البرنامج نفسه موجوده في اللوجيك سيتنجز اللي بنجيها زي ما قلنا بكوماند كوما. تاني اعداد اسمه بروجكت سيتنجز، وده بنروح له عن طريق اوبشن بي. زي ما انت شايف في نوعين من السيتنجز زي ما انت شايف قدامك دلوقتي، كل واحد مختص بحاجه معينه. اللوجيك سيتنجز انت بتعمل اعدادات البرنامج نفسه ككل. البروجكت سيتنجز انت بتعمل اعدادات المشروع اللي انت شغال عليه. يعني مثلا الاوديو انا عايز اغير السامبل ريت بتاع المشروع ده بس. الريكوردينج انا عايزه مثلا هنا بيقول لك انا عايزه لما يجي يسجل يسيب لي بار فاضي او بارين حسب ما انا اعدل. يبقى تاني في نوعين من السيتنجز، يا اما عندي بروجكت سيتنجز او السيتنجز للمشروع. تاني واحد اسمه لوجيك برو سيتنجز، وده الاعدادات بتاعه اللوجيك برو نفسه. احنا عرفنا اول 6 اخطاء ناس كتيره بتقع فيها واشوفها كتير قوي في مشاريع مبتدئه او حتى محترفه. تاني حاجه او هنبتدي رقم انا بسميها ستيب 0 او حتى قبل نمبر 1، ان احنا نخصص او نعدل البانل كاستمايزيشن. البانل كاستمايزيشن هي اللي فوق او كل الزراير اللي احنا بنستخدمها. انت اول لما هتفتح البرنامج بتاع لوجيك برو مشروع جديد، ده اللي بيبقى ظاهر بس، فده مش كفايه ان انت تشتغل بسرعه وتنجز وتبقى احترافي. يبقى هنيجي على السهم وندوس عليه، وبعد كده ننزل على Customize Bar and Display، وبعدين نيجي على Display نفتح دي وندوس على Customize. ايه الحاجات اللي انا بحبها تبقى موجوده على طول؟ اول حاجه البرفورمانس ميتر، وده بيسمح لنا ان احنا لو دوسنا دبل كليك هتلاقي هنا في بار ظهر، لو دوست عليه بيفتح لك الويندو ده، بيخليك تراقب استهلاك الجهاز نفسه للمشروع. كل ما تحط بلجنز كتيره كل ما المشروع يزيد، وكل ما استهلاكك او السي بي يو بتاعك يستهلك اكتر. فدايما طول ما انت شغال في مشروع يبقى عينك على البرفورمانس ميتر. طيب تاني حاجه انا بحب افضل اشغلها اسمها السامبل ريت والبفر سايز. ليه؟ دلوقتي انت ممكن تغير البفر سايز على حسب ما انت شغال. لو بتسجل كل ما البفر سايز يبقى قليل كل ما يبقى الليتنسي او التاخير اللي ما بين دخول السيجنال للكمبيوتر وللبرنامج تبقى اسرع. لكن دي بتدي او بتحمل على الكمبيوتر بتاعك اكتر. فانت احسن حاجه لو انت بتسجل فوكل، مجرد بس بتاخد فوكل او بتاخد الات، خليها دايما على 128 او 256. لكن لو انت هتبتدي اللي انت تشتغل على المشروع يعني تعمل ميكسينج اديتنج هتوزع، خليها دايما ما بين 512 ل 1024. طيب تالت حاجه انا بحب ان انا افضل مخليها شغاله الاكتيفيتي ميدي او الميديا اكتيفيتي. الميديا اكتيفيتي بيسمح لي ان انا اعرف لو انا شغال على كيبورد او ميدي كيبورد ان في سيجنال خارجه من الكيبورد داخله على البرنامج نفسه، بدل ما انا اقعد ادور واتعب الا اشوف ليه مفيش حاجه شغاله. فزي ما انت شايف هي هتبقى ظاهره هنا. زي ما انت شايف انا لما بدوس على اي كيبورد او اي مفتاح بيظهر لي ان في انبوت شغاله، فانا كده اتاكد ان الكنترولر بتاعي واصل. طيب اللي بعد كده انا بحب افعله اللو لاتنسي مونيتورنج مود. ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الكمبيوتر يفصل اي هيفي لود في وقت التسجيل علشان ما يبقاش فيه اي تاخير ما بين السمع والادخال. يعني مثلا بلعب اورج او مثلا مطرب او المؤدي او اي حد انا بسجل له، هو سامع الصوت في المزيكا او الصوت في ودن وعايز يقول عليه، فلو هو قال عليه وهو سامع متاخر الصوت هيرحل. فاهم حاجه اللو ليتنسي مود زي ما انت شايف كده بفعله من هنا. اول لما بتشغله وتبتدي تسجل بيفصل او بيسرع عمليه، بيخلي الصوت اللي داخل الكمبيوتر هو ما بقاش فيه لاج عن ان انت سامعه بالظبط. طيب ايه تاني انا بحب اشغله؟ كي سيجنتشر وبروجكت اند. الكي سيجنتشر اللي انا ببقى عارف مثلا انا شغال على مشروع سلم دو سلم ري سلم مي، فده بيسمح لي او بقول للبرنامج انا شغال على المشروع الطبقه بتاعته على انهي حاجه، بحيث لو حبيت اغير الطبقه نفترض مثلا شغال في اكتر من مشروع، تمام، وكل مره تفتح مشروع هو المشروع ده كان طبقه ايه، لا على طول انا ببص هنا بعرف الطبقه بتاعه المشروع. طيب ايه تاني؟ الفلاش باك كابتشر، ده الزرار السحري. لو انت كنت بتسجل حاجه
ونسيت تدوس ريكورد، الزرار ده اللي هو الفلاش باك كابتشر على طول اللوجيك برو في الخلفيه على طول بيسجل. هتدوس عليه يروح ظاهر لك الريجن اللي انت تدوس تسجيل. يعني مثلا بتلعب حته مزيكا ونسيت تدوس ريكورد، لو دوست على فلاش باك على طول هيحطها لك. بتسجل حاجه مثلا فويس او اي حاجه بالصوت ونسيت تدوس ريكورد، تدوس على فلاش باك يرجعها لك على طول. طيب ايه تاني؟ بحب احط set punch in punch out locator head. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا دلوقتي لنفترض ان انا واحد جاي يسجل اوديو وعليه مثلا خلفيه صوت، نبتدي نفترض ان خلفيه صوت هتبتدي من هنا. بدل ما انا ادوس ريكورد وما اعرفش الحق، لا هاجي على اول الحته دي واقول له بانش ان، تمام، وبيطلع لي زي ما انت شايف كده خط احمر. الخط ده اقدر اعدله دلوقتي. لو هو انا جاي من هنا وبيبتدي يشتغل ودايس ريكورد، هيبتدي يسجل من اول الخط ده بس، مش هيسجل اي حاجه تاني، واول ما يعدي الخط هيفصل التسجيل. دي بتريح جدا لاي حد او مهندس صوت وحد جاي ياخد تكيهات عنده، انه على طول انا بحدد الجزء ده وادوس بلاي وشايل ايدي، اول لما هتوصل للجزء ده يبتدي يسجل، واول لما يخلص الجزء ده يفصل مني. طيب ايه تاني انا محتاج افعله؟ عندي الاوتو انبوت والسوفت وير انبوت. السوفت وير انبوت زي ما احنا قلنا زي بتاع اللاج، بس ده للسوفت وير انسترومنت. يعني مثلا لو بتشتغل ببرامج توزيع كونتاكت، نكسس، اي سوفت وير انسترومنت، الخاصيه دي بتخفف شويه الحمل من على السي بي يو والبرنامج عشان تقدر تحط مشاريع او برامج كتيره تحت بعض. اهم حاجه بعد ما عدلت كل حاجه اجي على سيف از ديفولت. يعني ايه سيف از ديفولت؟ يعني اي مره اجي افتح فيها مشروع جديد او افتح البرنامج يبقى كل الاعدادات اللي انا اخترتها دي جاهزه وعلى طول للشغل، ما عادش اعيدها تاني. انت كده ما ظبطتش البرنامج، انت كده بنيت استوديو جاهز. دي كانت اول خطوه، عشان كده انا سميتها خطوه زيرو. بعد كده نبتدي في الشغل. يلا بينا، يلا بينا. طيب اول حاجه هنتعلم مفاهيم صغيره بس. البي بي ام، انت اول لما بتفتح اللوجيك برو على طول بيبقى سرعه المشروع على 120. يعني ايه بي بي ام؟ بي بي ام اختصار لبيتس بير مينتس، يعني سرعه قد ايه في خلال دقيقه. او ده بيبقى دايما نبض المشروع. مثلا لو انت فتحت مشروع جديد والسرعه بتاعته 120، لكن المشروع نفسه اللي هتشتغل عليه سرعته هتبقى اقل، يبقى انا لازم الاول اظبط السرعه او اظبط البي بي ام بتاعه المشروع اللي هشتغل عليه اول حاجه خالص. ليه؟ لو انا حبيت بعد كده اسرع المشروع ولو واخد حاجات ويف، هيعمل حاجه اسمها تايم ستريتشنج، او هيبقى الصوت فيه ارتفيشال او غير طبيعي وصناعي، وهيبوظ جوده الصوت وهيبوظ الصوت نفسه. طب يعني ايه بيت بير مينت؟ زي ما انت شايف هنا في 1 2 3 او ارقام فوق. الارقام دي بتعبر البار او المزوره. اي مزوره احنا عارفينها بتتكون من 4، 1 2 3 4، دي كده مزوره كامله. فزي ما انت شايف هنا هو مقسمها لك مزوره 2 3 4 لحد الاخر، وفي كل مزوره عندك بتقسم 4 خانات، 1 2 3 4، الاربع موازير، وكل مازوره متقسمه لاربعه، 1/16. طب انا لو حبيت اعدل او اغير المنظر ده ببساطه هاجي على الجزء اللي فوق وادوس كليك واقول له انا عايزه 8/4، بقى 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى كده كل مازوره متقسمه ل8 اجزاء. انا ممكن اطلع ل 12 16 32، عندك لحد 192، لكن احنا المتعارف عليه بيبقى 4 او 16 بالكتير. والتقسيمه دي هي الساعه او نبض المشروع نفسه اللي انت شغال عليه. فدي بتنظم دخول وخروج الالات ودخول الصوت وخروج الصوت. طيب ليه الدقه او البيت بير مينت اللي عمال بقى اتكلم فيها فتره؟ ان انت لو سجلت حاجه اوف بيت وبعد كده جيت غيرت البي بي ام زي ما انا قلت، هيحصل تايم ستريتشنج وهتبوظ الصوت. طيب يبقى انا اتاكد ان انا شغال على البي بي ام او على سرعه المشروع ازاي؟ من
مترونوم. المترونوم هو ده اللي بيقول لك، بيعد لك البارات في المشروع نفسه. طب اشغله ازاي او افعله ازاي؟ بدوس على كي زي ما انت شايف كده، بيشغل ويوقف المترونوم. طيب ما تيجي تسجل طبعا اتاكد ان اللود ليتنسي متفعل عشان ما يبقاش فيه اي لاج او ديلي، وبكده يبقى احنا اتعلمنا اساسيات اللوجيك برو الانترفيس زي ما احنا شايفين. طيب انا هتكلم دلوقتي على الانسبكتور. الانسبكتور هو الحته دي اللي انت شايفها في الجنب، ودي بقدر اشغلها واطفيها من ان انا ادوس على اي في الكيبورد، او اجي هنا هي تاني ايكون فوق لو دوست عليها برضو هيفتحها لي. طيب خلينا نشرح الانسبكتور شويه. دلوقتي انا كل ما اجي اقف على تراك، الانسبكتور زي ما انت شايف بيتغير. زي ما انت شايف تحت كده اوديو 1 بيكتب لك اسم التراك اللي انت واقف عليه، ويتغير كل ما انت بتدوس على تراك. طيب هبتدي من فوق. اول حاجه دي اسمها اوديو ديفولتس، دي الاعدادات الخاصه بالصوت بتاع كل تراك. يعني انا مثلا ممكن اجي على التراك ده زي ما انت شايف الجين نيجاتيف 11، ده انت بتعلي الجين وتوطي الجين بتاع التراك اللي انت واقف عليه. يعني انا مثلا لو حبيت اعلي الجين بتاع التراك ده هاجي عليه واعليه شويه. فلكل تراك الاعدادات بتاعته. انا ممكن اعمل ترانسبوز، ممكن اعمل فاين تيوننج، ولو دوست مور هيفتح لي حاجات اكتر، وكل ده مختصه بالتراك اللي انا واقف عليه عشان بس ما تتلخبطش وتتوه. طيب الانسبكتور بيشتغل ازاي؟ الانسبكتور بيشتغل كانه ساندوتش. انا بجد مش بهزر، كانه ساندوتش. عندك عيش من فوق وعيش من تحت وفي حشو في النص. طب يعني ايه ساندوتش؟ زي ما انت شايف انا عندي مثلا، هناخد مثال المايك اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. انا عندي اول حاجه، ده اول حته عيش من فوق، ده الانبوت بتاعي. يبقى انا ممكن اختار من هنا الانبوت اللي انا عايزه، يبقى دي اول حاجه، يبقى دي اول خطوه. تاني خطوه بيبتدي يخش على، انا حاطط هنا في ايكولايزر وفي كومبريسور وفي نويز جيت وفي ليميتر، يبقى ده الحشو بتاع الساندوتش. وبعد كده يقول لي اخر حته في الساندوتش انا هخرجه على ايه، which الستيريو اوتبوت او المخرج الرئيسي. يبقى لو عايزين بس نركز في او نتخيل الموضوع ده، عندي الصوت خارج من المايك داخل على الحشو او كل البرامج او البلجنز اللي انا حاططها، وبعد كده يخرج على الاوتبوت. زي ما انت شايف هنا انبوت واوتبوت. ان كده بعدين هنشرح ان ممكن ده يتغير شويه. فتخيل كده اكن في حاجه داخله من فوق ماشيه بالترتيب ده، وبعد كده خرجت من تحت راحت داخله على الاستيريو اوت. طب لو انا حبيت اضيف ايكولايزر، اسهل حاجه زي ما انت شايف لو دوست على اي كيو هيروح فاتح لي اي كيو، لو دوست على هنا هيفتح لي على طول ليميتر. يبقى في الحته اللي فوق دي ده الليميتر، وهنا ده الايكولايزر. طب لو حبيت ان انا اشيل الايكولايزر او اشيل اي حاجه مثلا من البلجنز دي، لو جيت على دوست كوماند زي ما انت شايف كده الماوس تحول لاستيكه. كل اللي عليك اللي انت هتيجي هتدوس كوماند وتمسح تاني. لو حبيت احط اي بلجن، او بالذات اسهل حاجتين او اسرع حاجتين هو دايما اي حد بيوصل لهم، عايز ايكولايزر نفترض مثلا على التراك ده، عايز ايكولايزر ادوس كده هيفتح لي الايكولايزر. عايز كومبريسور اجي في الحته اللي تحت السيتنجز يفتح لي كومبريسور. عايز اشيلهم باجي على كوماند يتحول لاستيكه، ادوس هنا وادوس هنا هيشيلهم على طول. طيب نرجع تاني للانسبكتور. زي ما انت شايف في حاجه اسمها سند. السند دي بيبعت حاجه للباص. الباص دي حاجه مهمه جدا في التسجيل وفي التوزيع وفي كل حاجه. يعني ايه باص؟ تخيل كده باص يعني اتوبيس، تخيلوا كده اتوبيس مدرسه بياخد السيجنال او بياخد الاشاره يوديها لنقطه تانية. يعني مثلا انا عندي مثلا حاجه زي كده، تراك زي ده مثلا، تمام؟ التراك ده لو انا جيت قلت له send لباص 1 مثلا، انا ممكن اختار عندي لغايه 256 باص، اقول له مثلا لباص 1. زي ما انت شايف باص 1 ظهرت عندي وجنبيه في مفتاح او فوليوم. الفوليوم ده بيقول لي نسبة الصوت اللي خارجة من التراك ده طالعة على الباص.
طب ليه احنا بنعمل فكره الباص دي؟ فكره الباص دي لو انا مثلا حبيت ان انا احط ريفيرب، تعالوا ناخد مثال عملي. انا حطيتها على باص 1 تمام، وعايز اشوف اولا لو حبيت اشوف التراك الباص ده بعد ما حطيتها على باص 1 هاجي على التراك اللي اسمه زي ما انت شايف كده دلوقتي يتحول من ستيريو اوتبوت بقى باص 1. لو جيت على باص 1 ده دوست رايت كليك قلت له كرييت تراك بقى التراك اسمه باص 1. ولو جيت دوست على الباص او اوكسيلري 1 او باص 1 هتلاقي ان هو السيجنال هتخش وهتخرج على ستيريو اوتبوت زي ما انت شايف كده. تاني لو انا جيت وقفت على التراك ده خارج على باص، فدلوقتي ما بقاش خارج على ستيريو اوتبوت بقى خارج على باص. دلوقتي بقى جيت على الباص خارج على او اي او اكس خارج على الستيريو اوتبوت. طب انا ممكن اعمل بيه ايه او هو فكرته ايه دلوقتي؟ لو انا بدل ما احط افكتس على التراك بتاعي وبعدين عملت تراك جديد ابتدي احط عليه افكتس، عملت تراك جديد تالت كل تراك احط له افكتس. طب ليه؟ انا ممكن اخفف المجهود على الكمبيوتر نفسه وان انا اجي على الباص واقول له مثلا حط لي نحط مثلا ديلي او ريفيرب مثلا. اسمع كده الصوت، واقدر اتحكم في درجة الريفيرب على التراك نفسه. زي ما انت شايف الصوت عالي. طيب انا اقدر هنا زي ما انا قلت ده عبارة عن انا بتحكم في كميه الصوت اللي خارجه من التراك اللي راحها للاكسيلري 1. طيب انا ليه بعمل كده؟ زي ما قلنا لو انا حبيت مثلا احط ريفيرب على تراك تاني بدل من ان انا احط افكت او احط بلجن جديد على تراك جديد، كل اللي عليا انا هاجي على التراك التاني مثلا واقول له ابعت لي السيجنال اللي خارجه من التراك ده واديها لي على باص 1. دلوقتي انا لو جيت شغلت التراك ده وابتديت افتح السيجنال بتاعتي ابعتها لي على التراك زي ما انت شايف على الميتر قدامك السيجنال ابتدت تظهر والريفيرب ابتدى يشتغل. كده اقدر ان انا ابعت اكتر من تراك على ريفيرب واحد، خفف من الحمل على البروسيسور دلوقتي. دي اول حاجه انا استخدمه فيها. تاني حاجه انا لو جيت فتحت الميكسر دوست على اكس يفتح لي الميكسر اقدر اتحكم في الفوليوم بتاع الريفيرب بتاع التراكات كلها مره واحده. طب ده يفيد بايه؟ يفيد مثلا لو انا لنفترض ان انا عندي تراكات اوديو او كورال مع بعض، انا عايز ادبلر مثلا التراك ده بالافكتس بتاعه عشان لو هسجل كذا حاجه هدوس على كوماند دي زي ما انت شايف ابتدى يعمل تراكات بنفس كل حاجه بنفس كل الافكتس اللي عليها. وللتنظيم لنفترض مثلا انا عندي ده كورال او ده اصوات او صوتيات، هاجي على التراكات دي واعلم عليها كلها او ادوس شيفت على اخر واحد او اختار واحد واحد وادوس كوماند وكليك علمتهم. هدوس كوماند شيفت دي كرييت سامت تراك. يعني ايه كرييت سامت تراك؟ يعني حط لي التراكات دي كلها في فولدر زي كده لما بتنظم الفايلات عندك في الكمبيوتر. عندك صور بتحطها جوه فولدر اسمه صور، عندك اغاني بتحطها جوه فولدر جوه اغاني. احنا بنعمل كده برضو في اللوجيك برو عن طريق السومينج فولدر. انا ممكن احط واحد للدرامز، واحد للفوكل، واحد للوتريات، واحد لآلات النفخ. بالطريقة دي انا اقدر اظبط المشروع بتاعي. طيب نرجع اللي احنا كنا شغالين على الباص. معنى كده ان انا لو جيت على التراك ده وحطيت اي اوديو مثلا، نفترض ان هو ده التسجيل بتاعي، وجيت وقفت على التراك زي ما انت شايف هنا افتكر الساندوتش، السيجنال خارجه من هنا وداخله على السومن تراك. معنى كده انا لو جيت فتحت الميتر بتاعي خارج على السومن تراك. يعني ايه خارج على السومن تراك؟ يعني التراك المزيكا الصوت خارج من ده للاخر طالع على السومن تراك. طب انا ممكن استفيد عشان اعرف انت تهت.
لو الباص ده انا ممكن اعمل ايه تاني؟ اجي على التراك اللي فيه الاوديو ده واقول له خرج لي ده على باص واحد. دلوقتي لو انا حبيت احط ريفيرب واتحكم في الفوليوم بتاعه، بتاع كل الريفيرب بتاع كل التراكات اللي عندي، بتحكم فيه بزرار واحد بس. ايه فكرة تاني في استخدام الباص ده؟ ان انت التراك الاصلي دراي ما فيهوش اي تغيير، ما عدلتش فيه، ما حطيتش فيه اي بلجنز او غيرت في اعداداته نفسه. دلوقتي كل الاعدادات موجودة على تراك تاني اقدر اغير فيها، والتراك الاساسي زي ما هو سليم. يعني مثلا احنا زي ما قلنا احنا حاطين ديلي، ممكن احط مثلا اي كيو. عايز مثلا التراك ده عايز احط عليه اي كيو في باص جديد، اقول له ابعته على باص 4. باص 4 ده زي ما انت شايف كده فتحوا لي هنا، طلع لي اكس 3. لو جيت على اكس 3 ده وحطيت ايكولايزر مثلا، عملت له كات هنا مثلا، دلوقتي التراك الاولاني اللي شغال ده جيت عليه وابتديت افتح الحنفيه، مقدار السيجنال اللي داخله على الاي يو اكس زي ما اتعلمنا، لو دوست اوبشن ودوست كليك هيحطها لي دايما على الزيرو. انا كده اقدر اعمل ايكولايزر للتراك ده من غير ما المس التراك الاساسي تاني. واقدر برضو ان انا اجي على التراك ده واوطي الفوليوم بتاع الايكولايزر من غير ما العب في التراك الاساسي. طيب يبقى كده مراجعه او ملخص سريع للباص، ان انا ببعت السيجنال، او تخيل اتوبيس مدرسه بياخد السيجنال يبعتها في حته تانية، واقدر ان انا اتعامل مع التراك ده في الحته التانية من غير ما المس التراك الاساسي، واقدر ابعت تراكات تانية ليه من غير او بافكتس تانية من غير ما العب في التراك الاساسي برضه. تاني حاجه السامت تراك، زي ما احنا قلنا ان احنا بننظم المشروع، بنحط كل التراكات تحت فولدر واحد زي ما بتقسم الكمبيوتر بتاعك بس. طيب لو احنا شغلنا كله زي ما انت شايف كده، احنا شغلنا كله في الحته دي عباره عن اوديو. طب لو انا شغال ميدي لنفترض مثلا، خلينا نحط ميدي. دلوقتي الميدي استهلاكه للسي بي يو اعلى بكتير من الاوديو. يعني مثلا خلينا هنا نختار كام حاجة ميدي. خلينا نقفل كل دول ونشتغل بس على ميدي دلوقتي. زي ما قلنا كنترول ار انا ممكن اكررها. طب شغل الميدي بيبقى مور انتنس او بيبقى تقيل شوية على الكمبيوتر. احنا ممكن نتعلم في حاجتين احنا ممكن نعملهم. واحد، اعمل حاجه اسمها باونس ان بليس. يعني ايه باونس ان بليس؟ يعني بعد ما خلصت الشغل في الميدي، علشان الميدي بيبقى بيستهلك طاقه اعلى شويه في الكمبيوتر، هدوس كنترول بي. خليني اجي هنا. طيب انا دلوقتي دوست كنترول بي، قال لي باونس ريجن ان بليس. لو انا اخترت التراكات كلها وقلت له كنترول بي وقلت له نيوت تراك، اوكي، شايف هيجري على المشروع كله ويخرجه لي كويفه. واحد، يبقى اسهل في الشغل. اتنين، اقدر احط بلجنز وافكتس. تالت حاجه بتبقى بتخليك ان انت خلاص انا مش هقدر اعمل تغييرات تاني ومش هرجع ليها تاني، لكن برضه بيديك الاوبشن ان انت موجوده هنا وتقدر تعدل عليها. لكن انا بحب اول ما اخلص شغل في الميدي اعمل له باونس ان بليس وابتدي احط الافكتات على التراك الاوديو مش على التراك الميدي، ان التراك الميدي بيستهلك باور جامد قوي من الكمبيوتر. زي ما انت شايف كده حول على طول الميدي لاوديو. طيب اجان كنترول زي اقدر ارجع تاني. لو انا حبيت بس الحته دي، لو وقفت على ريجن بس ودوست كنترول بي، زي ما انت شايف هيحولها الحته دي لاوديو وهيعمل لها ميوت. طيب لو انا مثلا حبيت ان انا اشتغل على الميدي بس انا مش عايز احوله لاوديو، في خاصيه هنا اسمها فريز. زي ما انت شايف عباره عن
تلج، لو دوست عليها يبتدي يقرا المشروع كله ويجمد التراك ده بس لوحده. يعني ايه يجمد التراك ده بس لوحده؟ يعني زي ما انت شايف كده انا ما اقدرش اغير او اعدل في اي اعدادات فيه خالص. زي ما انت شايف معمول اكنه ورقه تلج كده. انا اقدر اشغل التراك بالافكتس والبلجنز والسوفت وير اللي عليه واقلل من استهلاك السي بي يو نفسه. هي كويسه، بس انا ارجح ان انت اسهل حاجه ان انت تيجي على خلصت الشغل على تراك الميدي هتدوس اوبشن بي وانت معلم عليه كله هيباونس ات. طبعا بيسالك لو انت عامل فريز تقول له هيقرا المشروع ويحوله لاوديو. طيب اخر حاجه انا هتكلم فيها النهارده عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي، على شويه اختصارات دي لازم تحفظها وتحفرها في دماغك عشان تشغل شغلك بطريقه اسرع وتبقى اكنك طاير على اللوجيك برو. اول حاجه ان انا اتحرك في المشروع. لو دوست شيفت وحركت البقره زي ما انت شايف بيروح يمين وشمال يغير الفيو. طب لو دوست كوماند هيتحول للمارك تول، احنا عارفين دي طبعا. طيب لكن لو دوست اوبشن وكوماند زي ما انت شايف اقدر اعمل زوم ان وزوم اوت، زوم ان وزوم اوت. المشكله في الزوم ان والزوم اوت اللي هي بالاوبشن كوماند ان ما بيقولكش انت عايز تعمل زوم فين. فاحسن حاجه كنترول مع اوبشن هيتحول للعدسه. لو دوست علمت كده هيعمل لي زوم على الحته دي. عايز ارجع كنترول اوبشن كليك هيرجع لي تاني. نفترض انا مثلا عايز اشتغل في الحته دي، كنترول اوبشن علمني على شويه دول زوم كامل. عايز ارجع كنترول اوبشن يرجع تاني. طيب حرف الزد لو انا وقفت على التراك ده ودوست زد هيكبر لي المشروع او التراك ده بس في الشاشه كلها. عايز ارجع تاني ادوس زد تاني. كل تراك انا بقف عليه وادوس زد بيكبر لي التراك ده بس في كل الشاشه. يعني انا وقفت هنا تاني دوست زد زي ما انت شايف وصلنا لبار 27. لو انا جيت وقفت على ده بس ودوست زد وصلنا لبار 9. انا حبيت هنا ادوس زد وصلنا لبار 17. طيب لو انا جيت وقفت في حته فاضيه مش على التراك هنا وجيت وقفت في حته فاضيه ودوست زد هيكبر لي المشروع بالظبط على قد الشاشه. يبقى تاني كنترول اوبشن هيتحول للعدسه ادوس هيكبرها على قدها. كنترول اوبشن كليك يرجع تاني. زد على المشروع او على التراك هيكبر لي على قد الشاشه. لو دوست في حته فاضيه ودوست زد هيكبر لي المشروع على قد المشروع كله على قد الشاشه. طيب كوماند دي لو جيت وقفت هنا كوماند دي هيعمل حاجه اسمها دوبليكيت. يعني كانك عملت كوبي وبيست للتراك نفسه. انا مثلا عندي صوم التراك زي ما احنا شايفين ده جواه تراكات. لو دوست كنترول اوبشن دي هيعمل لي دوبليكيت. يبقى اوبشن دي بيدبلر التراك بكل الافكتس بتاعته. يعني مثلا تراك زي ده انسترومنت عليه تيب ديلي وكمبريسور هدوس اوبشن دي هيدبلر لي التراك نفسه. لكن لو دوست اوبشن كوماند ان يبقى انا هحط تراك جديد. يبقى انا ممكن مثلا عايز اوديو ادوس اوديو وادوس كرييت حط لي تراك اوديو. عايز تراك ميدي ادوس على ميدي احط كرييت. عايز تراك درامر سيشن درامر. وان شاء الله في الحلقات الجايه هنشرح السيشن درامرز دي ان دي قصه تانية لوحدها. اللوجيك برو بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يساعدك في المشروع. هيحط درامر. عايز اي نيو تراك يبقى اوبشن كوماند ان. لو عايز ادبلر التراك كوماند دي. طيب طبعا احنا عارفين كوماند سي يعمل كوبي، كوماند في يعمل بيست. لو دوست كوماند بس هيتحول للماركي تول. طيب الماركي تول انا جبتها ازاي؟ عن طريق كوماند. لو رجعنا على السيتنجز جنرال اديتنج
اتاكد ان رايت كليك ماوس بوتن assign to a tool. دي انا دايما بحب الزرار الشمال يبقى كليك، اقدر احرك التراك، احرك الريجن، اروح وارجع، اتحرك في اي حته انا عايزها. لو حبيت اقص حاجه اجي عليها ادوس رايت كليك هيبتدي يقص ريجن على طول زي ما انت شايف كده. انا بسرع على نفسي. او لو دوست كوماند هتتحول للماركي تول. الماركي تول اداه التعليم، ان انا علمت على حاجه زي كده امسح، علمت على حاجه زي كده امسح. او لو انا علمت على حاجه زي كده ودوست اوبشن وسحبت هيعمل لها كوبي. مثلا انا شغال على ميدي تراك زي ده وحبيت اعمل كوبي او اكرر اللوبه دي زي ما قلنا كوماند ار هيكررها، لكن انا مثلا عايز احطها هنا، اجي بالكوماند ماركي تول علمت عليها اوبشن واسحبها هيعمل لها كوبي. لكن انا لو علمت عليها من غير ما ادوس اوبشن وسحبتها هيحرك مكانها. تاني اوبشن عشان يعمل كوبي، من غير اوبشن هقدر ان انا احركها. اخر حاجتين بالظبط. لو رجعنا تاني على السيتنجز، انا بحب افعل فيد تول وماركي تول. ليه؟ الفيد تول لو انت جيت عملنا زوم هنا مثلا على اخر التراك من فوق وسحبت من فوق هيعمل فيد اوت، وجيت الناحيه التانيه عملت نفس الكلام هيعمل فيد ان. او مثلا لو جيت على التراكين جنب بعض كده وسحبت يمين وشمال هيعمل كروس اوفر. ليه الحركه دي اسرع؟ الحركه دي بتسهل، بدل من ان انا اختار من التول فيد تول وابتدي ان انا اعمل فيد ان على تراك. طيب ايه تاني الاختصارات؟ حرف التي. حرف التي مهم جدا. انا لو دوست تي هيفتح لي المنيو بتاع الماوس، اقدر اختار بوينتر، بنسل، اريسر، سيزر. لكن انا بالطريقه دي عندي السيزر هنا في الجنب زي ما انت شايف بيقص، او كوماند ماركي تول. انا بحب استخدم حرف التي ده. لو دوست تي شيفت تي هيحول لي للبنسل. ده اسهل طريقه ان انا اغير بيها اسماء التراكات. يعني مثلا ممكن اقول دخول، التراك ده اسمه انترو، التراك ده اسمه جايد، درامز. وعايز ارجع تاني تي، حرف التي رجعني تاني للبوينتر. دي شورت كاتس بسيطه لازم تحفظها في دماغك، هتسهل لك الشغل بتاعك بسرعه. اعتقد كفايه كده عشان الفيديو ما يطولش. ان شاء الله هعمل جزء جديد هنشرح فيه كل السيشن بلايرز ونستخدمها ازاي في المشروع بتاعنا، ويستخدم الذكاء الصناعي من جوه اللوجيك برو انه يسهل لنا في المشروع. لو عجبتك الافكار دي اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد من لوجيك برو تيبس اند تريكس بالعربي. سلام.